من هو أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ تمام؟ الاسم فاطمة عماد محمود. الإجابة هي ابن النفيل. إجابة صحيحة. شكرا. أرجو طبعا من كل تلميذ لما يجاوب على السؤال يقول الإجابة من صيغة السؤال، بمعنى إن يشيل أداة الاستفهام ويقول باقي السؤال ويقول إجابته، يعني يقول إيه؟ أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى هو ابن النفيس. السؤال الأول أيضا مع جماعة المستقبل، ترفع ايديها. السؤال الأول لجماعة المستقبل: ما عدد عظام الجمجمة؟ ما عدد عظام الجمجمة؟ مكان عرفنا مش من الأول؟ عدد عظام الجمجمة 22 عظم. إجابة صحيحة. أرجو من السادة الموجودين لو في أي تعليق عن أي سؤال أو أي إجابة يتفضل يعني. السؤال الأول أيضا في الجماعة الثالثة وهي جماعة الامتياز، ترفع عليها. جماعة الامتياز: ما هي أصغر دولة في العالم؟ أصغر دولة في العالم. ما هي أصغر دولة في العالم؟ الاسم هي لسان حبيب الوسط. الإجابة أصغر دولة في العالم هي الفاتيكان. إجابة صحيحة. تشجيع. الجماعة الرابعة وهي جماعة الإيمان، ترفع ايدها. السؤال الأول برضه لجماعة الإيمان: ما هي أسرع سمكة في البحار والمحيطات؟ وما هي سرعتها وأين توجد؟ وكانت أسئلة في السؤال. أول حاجة ما هي أسرع سمكة في البحار والمحيطات؟ بعد برضه ما هي سرعتها أو كم سرعتها وأين توجد؟ الاسم محمود حمد عبد الواحد. الإجابة الاسم سمكة مارلين. تكسر مارلين. أيوه. وسرعتها 35 ميل في الساعة الواحدة وتكسر تواجد في المحيط الهندي. إجابة صحيحة. الجماعة الخامسة وما زلنا في السؤال الأول، ترفع ايديها. السؤال الأول جماعة الخامسة، جماعة علوم الغيب: اذكر بعض الأمراض الفيروسية التي تصيب الإنسان. اذكر بعض الأمراض الفيروسية التي تصيب الإنسان. الاسم أحمد معاذ شاكر. عدد الأمراض الفيروسية هي الحصبة والإنفلونزا وسل الأطفال. إجابة صحيحة. طبعا الأمراض كثيرة وجاب 3 أسئلة بس يعني. واللي هو مرض الكبد الوباء. أيوه مفهوم يا بيه. في كتير. وفي أمراض كتير طبعا بس هم طبعا يعني بعض الأمراض يعني. الجماعة السادسة جماعة الهدى، ترفع ايديها. ما زلنا في السؤال الأول جماعة الهدى. هم طبعا كل جماعة 5 أسئلة. ما نسبة الماء في عظام الإنسان؟ ما نسبة الماء في عظام الإنسان؟ الاسم حسين عبد الخالق حسين. عدد عظام الإنسان. نسبة مش عارف نسبة عظام نسبة المية. نسبة الماء في عظام الإنسان تتراوح بين 30% و 40%. إجابة صحيحة. يعني نسبة الماء في عظام الإنسان ما بين 30% إلى 40%. الجماعة السابعة وهي جماعة الأمل. السؤال الأول لجماعة الأمل: من هو أول رائد فضاء هبط على سطح القمر؟ محمد حسن. الإجابة أول رائد فضاء هبط على سطح القمر هو رائد الفضاء الروسي مستر. إجابة صحيحة.
الجماعة الثامنة وهي جماعة النجاح. ما اسم الفأر الذي يقتل الزواحف بمجرد اقترابها منه؟ ما اسم الفأر الذي يقتل الزواحف بمجرد اقترابها منه؟ الاسم محمود بيومي خلف. اسم الفأر الذي يقتل الزواحف بمجرد اقترابه منها فأر بكساس. فأر بكساس، إجابة صحيحة. والآن نبدأ السؤال الثاني للجماعات المختلفة، والثمان جماعات. السؤال الثاني لجماعة التفوق. ترفع ايديها نزولي. من هو أول عالم فكر في الطيران ومات في سبيل ذلك؟ مش عايز تطلع سماع. من هو أول عالم فكر في الطيران ومات في سبيل ذلك؟ الاسم سند عبد الله محمود. أول من فكر في الطيران هو العالم المغربي عباس بن فرناس ومات في سبيل ذلك. إجابة صحيحة. السؤال الثاني لجماعة المستقبل. من جماعة المستقبل؟ ماشي. نزل. كم عدد عيون الذبابة؟ كم عدد عيون الذبابة؟ الاسم محمد على الإجابة على عدد عيون الذبابة 3 عيون. 3 عيون. جماعة الامتياز. ما هو الحيوان المفترس الوحيد الذي يتزوج 2 في وقت واحد؟